قال لها لو ما اتجوزتكيش هقتلك، وبيهددها كل شوية وهي طالعة بتستغيث وخايفة لا تتقتل فعلا. تعال اقول لك ايه اللي حصل. واحد اسمه ممدوح صاحب شركة اسمها شركة اللوبس مع شريكه واحد اسمه عبد الله، وده شغال في طب الازهر. الغريب في الموضوع ان ممدوح دوت بيهدد البنت اللي انا حاطط صورتها على الشاشة ان هو لو ما اتجوزهاش هيقتلها، ولو اتجوزت اصلا حد غيره برضه هيقتلها. فالبنت طالعة بتستغيث وبتقول انا لو اتقتلت هيبقى السبب هو ممدوح صاحب شركة اللوبس دي، وكمان عبد الله بتاع طب الازهر. الاتنين دول شركاء. طبعا بتقول انا هتقتل، وانا حاسه ان انا هتقتل قريب قبل ما اعمل محضر او قبل ما امشي في الاجراءات او قبل حتى ما الشهود اللي شاهدين على الواقعه ديت يقفوا في صفي ويقفوا معايا علشان اتخذ الاجراءات القانونيه ضده. الراجل اللي اسمه ممدوح وعبد الله وشويه رجاله كمان مع بعض كده مجتمعين عاملين عصابه، وبيهددوا البنت ديت ان هم هيقتلوها، ويقولوا له كمان لو انت ما اتجوزتهاش كلنا في ظهرك علشان نقتلها. طبعا البنت لما بتحاول ترد على الراجل اللي اسمه ممدوح دوت ان هي هتعمل ضده بلاغ ومحاضر والكلام ده كله، بيقول لها مش تعرفي تعملي حاجة عشان أنا ابن عمي ظابط، وكمان أقدر أشتري كل حاجة بالفلوس. هي بتقول إن هو معاه حوالي 10 مليون جنيه، فاكر إن هو هيشتري بيها كل حاجة. موقف غريب جدا وحاجة غريبة، وكأن الجواز والحب بالعافية شيء منتهى يعني شيء مقزز جدا ومنتهى القرف والعبث حرفيا. انتوا بقى قولوا في كومنتات تفتكروا هل ممكن البنت دي تتقتل؟ ولو اتقتلت هل ممدوح وعبد الله هياخدوا الجزاء المناسب ولا لأ؟